المبالغ اللي انت شايفها دلوقتي قدامك انا عملتها في خلال 34 يوم، وكنت بقول لسه هادي يعني ببتدي تمام، لان المتجر ده حرفيا انا ابتديت عليه بس في 34 يوم. فخليني اشرح لك بالتفصيل ازاي تعرف تعمل دخل محترم من خلال بيع المنتجات الرقميه او الاي كوميرس ديجيتال برودكت. طيب، هعلمك دلوقتي ازاي تبني متجر الكتروني من الصفر، وازاي كمان تقدر ان انت تفعل بوابات الدفع علشان تستلم فلوسك، سواء كنت بره مصر او سواء كنت حتى بتبيع في امريكا، في اوروبا، في بلدك، لو كنت في المغرب او في مصر او في اي مكان. اول حاجه، المبلغ ده انا بحلف لك بالله قسما بالله انا عملته في خلال ساعه ونص، $148 بسبب المنتجات الوينر اللي معايا، واللي انا برضو هقدمها لك ان شاء الله بسعر قليل جدا يعني. طيب، عندك 15488 جنيه ده بس مجرد جوه مصر، ولو انت برضو بره مصر ممكن تستهدف او تتارجت الناس اللي هي في بلدك عادي جدا. طيب، ازاي اعمل متجر الكتروني من الصفر؟ هيجي هنا يقول لك الاسم بتاعك، فانت هنا بتحط الاسم بتاعك، هنا بتحط الايميل بتاعك، التليفون بتاعك لازم تضيفه برضو. بعد ما عملنا الباسورد وملينا البيانات هنعمل هنا انشئ. زي ما انت شايف كده بيقول لك رابط الصفحه اللي هو السب دومين، انا اسميه ايه؟ مثلا انا اسميه كريم ستور. طيب، اسم الصفحه هنا انت هتسميها مثلا كريم ستور او ايا كان اسم المتجر ايه. تمام، هنا المهنه انا هكتب له هنا حسب برضو المهنه بتاعتك. طيب، هنا بيقول لك كود التحقق هتجيبه منين؟ هتيجي هنا هتفتح الجيميل بتاعك، هتلاقي هنا اسمه رمز نظم لي، هتختاره هنا بالمنظر ده كده، وبعدها تعمل نسخ، وبعدها تيجي هنا على كود التحقق، وبعدها تعمل التالي كده. خلاص، مبروك عليك، انت عملت متجر. حتى هنا مكتوب فوق بلس، يعني مش هتدفع فلوس. طيب، اللي انت شايفه دلوقتي هي خانة الداشبورد زي ما انا وريتك هنا في الارباح بتاعتي. خلينا بس نعمل كده ريفرش علشان الشباب تشوف كل حاجة. طيب، زي ما انت شايف كده من ستور، يعني كنت بجرب عليه بس عملت فيه المبلغ ده. انا كده كده عندي ستور تاني اصلا على ووردبريس، وعامل موقع كويس جدا وستور وحاجه كبيره يعني. لكن انت كبدايه ممكن تبتدي من المتجر ده وما بتدفعش فلوس. وكمان هقول لك دلوقتي حالا ازاي ان انت تبني المتجر بشكل كامل. طيب، هتيجي هنا على الثلاث شرط زي ما انت شايف كده جنب نظم لي، وبعدها هتيجي هنا تنزل تحت، هتلاقي في حاجه اسمها صفحتي الشخصيه. تمام. طيب، هنا اسم الصفحه بتاعتك، وهنا المهنه بتاعتك، هنا نبذه عنك. ممكن تدخل على تشات جي بي تي بالمنظر ده كده، تقول له عايز نبذه عني في 1 2 3 4، بعدها هو هيكتب لك النبذه بتاعتك. تمام، او انت ممكن عادي تكتب، يعني مثلا انا هكتب دلوقتي النبذه عني. طيب، انت عايز اللغه ايه؟ يعني انت دلوقتي هتعمل الستور ده، هتبيع منتجات رقميه في بره مصر وبره الوطن العربي، ولا هتبيعه في الوطن العربي عادي وفي مصر؟ يعني مثلا لو انجلش يبقى بره مصر، يبقى انا كده بتارجت امريكا واوروبا وايا كان بقى الدول دي كلها. طيب، لو في مصر او في الوطن العربي، المغرب، السعوديه، الجزائر، ايا كان، هيبقى عربي. تمام. طيب، رقم الواتس بتاعك اللي هو هيظهر في مائية كده، ده اللي هو رقم الواتس. تمام، فدي حاجه كويسه جدا علشان خاطر العميل لما ان هو قبل ما يشتري يتواصل معاك، فيبدا ان هو يضغط على البوتن ده، وبعدها هيتحول عليك على طول ويبدا يتواصل معاك. طيب، هنعمل هنا حفظ بعد كده، وبعدها نيجي هنا على الشكل والمظهر. طيب، الشكل والمظهر انا مثلا لون البراند بتاعي هيبقى باللون البربل. تمام. طيب، هنا الكفر، صورة الكفر انت ممكن تعمل اي صورة براحتك، وطبعا انت لو حابب ان احنا نعمل لك الموضوع ده يبقى بدقة اعلى وباحترافية، برضو احنا عاملين ديسكاونت 50% على الموضوع ده، نقدر ان احنا نعمله لك. طيب، هنا زي ما انت شايف صورة الغلاف احنا خلاص عملناها. هنا الصورة بتاعتك او ممكن لوجو عادي مفيش مشكلة، فانا هحط صورتي هنا. طيب، في الخانة دي خلاص كده احنا هنعمل حفظ. بعد ما نعمل حفظ هنيجي هنا على منصات التواصل الاجتماعي. طيب، في منصات التواصل الاجتماعي انت هتحط هنا لينك البيج بتاعتك على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام، برضو مش شرط، ممكن تسيبها عادي جدا، بس انا بنصحك ان انت تحط لو فيسبوك وانستجرام. يعني شوف الشكل بتاعنا في الاخر هيبقى عامل ازاي. هنعمل معاينة هنا بالشكل ده زي ما انت شايف المنظر بتاعي بقى شكله كويس جدا. تعال بقى نضيف المنتجات. ازاي ان انا هقدر اضيف المنتجات الرقمية؟ طيب، هنيجي هنا تحت كده، وبعدها هنيجي على الثلاث شرط، وبعدها هتلاقي تحت عندك هنا منتجات رقمية، هتضغط عليها كده، وبعدها اضف جديد، هتنزل عليها كده عنوان المنتج. طيب، انت هتبيع ايه الاول؟ انا عندي ليك منتجات رقمية ناجحة، هي اللي عملت لي الارقام دي، مجرد بس تيست صغير، يعني انت لو هتفضل مكمل هتعمل منها مبالغ ضخمة. هنيجي هنا نضيف عنوان المنتج بتاعنا، فطبعا الكلام ده احنا اللي بنعمله لك، لكن لو انت عندك منتج رقمي مفيش مشكله. انا هكتب تفاصيل المنتج الرقمي بتاعي علشان خاطر اكون مؤهل للبيع بشكل كامل. طيب، انا بعد هنا ما ضفت العنوان وضفت الوصف بتاع المنتج، هعمل هنا التاني.
طيب بعد ما عملت التالي هو بيطلب مني صورة، انا هختار الصورة اللي انا عملتها. بعد ما ضفت الصورة هاجي هنا انزل تحت وبعدها اختار القسم، هكتب هنا ملف فيديو وبعدها هعمل هنا التالي او حفظ. طيب بعدها الملفات المرفقة. هو ايه الملفات المرفقة ده؟ اللي هو العميل لما بيجي يشتري منك لازم ان هو يستلم الملف ده بشكل اوتوميشن، او هو لما بيجي يشترك بيوصل له على طول الملف بشكل مباشر بدون الاحتكاك بينك وبين العميل، ودي طريقة اسهل بكتير جدا انك انت تسلمه الموضوع بشكل يدوي. طيب هاجي هنا اختار الملف بتاعي، طبعا انا بجهز لك الموضوع ده بشكل كامل، انت مش محتاج ان انت تتعب نفسك. طيب هاجي هنا اعمل كده بكل بساطه، خلاص كده انضاف. بعدها هنا بختار السعر، بعمله غير مجاني. السعر هنا في الدوله بتاعتي، لو انت من المغرب او في مصر او في اي مكان بتختار السعر هنا بالعمله بتاعتك، فانا هنا هختار العمله بتاعتي بالجنيه، وبعدها هكتب العمله بتاعتي ب 355 جنيه، وهنا السعر قبل الخصم فهنا هخليه مثلا 900 جنيه. تمام. طيب كده اصبح ان هو في مصر دلوقتي حاليا ب 355. طيب بالدولار هعمل هنا لو هو بره مصر هخليه هنا ب 10 دولار، مش غالي عليهم. وهنا هعمل ديسكاونت اللي هو يعني مثلا 50% او 60% او ايا كان، فانا خليته هنا دلوقتي 10 دولار بدل من 60 دولار. طيب انا خلاص كده جاهز. هعمل هنا اخش على الاعدادات، هخلي والله المنتج ده ترتيبه الاول. تمام، اللي هو هيبقى عندي وينر بالمنظر ده. طيب هنعمل تفعيل هنا بالشكل ده علشان خاطر يتفعل عندنا. تعال نشوف كده الشكل بتاعه من بره هيبقى عامل ازاي، او شكل المتجر. زي ما انت شايف كده خلاص انت مؤهل ان انت تبيع المنتج ده. خلاص كده زي ما انت شايف كريم ستور، ويقدر ان هو يشتري بكل بساطه. طيب هو ازاي بيشتري؟ بيدخل هنا على اشتري الان، وبعدها بيحط الاسم بتاعه والاسم الاخير، وبعدها بيحط الايميل، وبعدها بيحط هنا رقم. تمام. طيب وبعدها بيعمل هنا استمرار بالمنظر ده، هيظهر قدامه فيزا او محفظه الكترونيه. طبعا لو هو بالدولار فالموضوع هيبقى مختلف، هيبقى قدامه طرق دفع كتيره جدا جدا جدا، لكن انا بقول لك انا علشان جوه مصر فانا اخترت طبعا محفظه الكترونيه او بطاقه دفع، فهو يقدر يشتري منك بكل بساطه. وطبعا عامل له هنا الخصم بتاعه وعامل له كل حاجه، فالموضوع سهل جدا جدا جدا. وممكن كمان تعمل كوبون خصم، ده هيفيدك بشكل كبير. طيب تعالى نرجع هنا تاني خالص علشان اقول لك ازاي ان انت تقدر تضيف لورا خالص، وبعدها نخش على اعدادات السحب. طيب اعدادات السحب هنا زي ما انت شايف البلد، بتختار البلد بتاعتك. طيب زي ما انت شايف كده انا اخترت مصر، وبعدها هنزل هنا على بنك ديتيلز، بتكتب هنا الاسم، وهنا الاسم مطلوب اسم البنك ايا كان، بنك مصر، بنك الاسكان، ايا كان. هنا الايبان اللي هو مكون باين من 15 رقم حاجه زي كده. بعدها هنا عنوان الاقامه ولازم يكون صح، هنا المدينه، وهنا المحافظه، وهنا البريد الرمز البريدي. طبعا لو هو زي ما انا من المنصوره مثلا فبعت له كل حاجه بشكل كامل او تلقائي يعني. طيب هنا بتحط البطاقه بتاعتك وش وظهر، وبعدها بتعمل حفظ، ومش شرط سجله تجاري يعني عادي. بعدها بتعمل حفظ، بعدها بتبعت لي بس رساله وانا باكد لك مع الشركه ان شاء الله، وتلاقيه بيتفعل في خلال 24 ساعه بدل ما يقعد معاك اسبوعين. تمام. طبعا انا سايب لك لينك المنصه، وكمان اللينك بتاع الحساب بتاعي للتواصل لو انت حبيت ان انت تاخد المنتجات الرقميه، او حتى ان انا اعجل لك في موضوع الحساب البنكي ده. طيب هتيجي هنا على المنتجات الرقميه، طبعا هنضيف لسه منتجات تانية. تعال بقى نشوف المتجر بشكل كامل هيبقى عامل ازاي. خلينا هنا ندخل على المتجر كده. العميل بيدخل هنا بيشوف اول حاجه، تاني حاجه، تالت حاجه. طبعا في حاجه كمان احنا نسيناها اللي هو 90 مليون منتج رقمي، ولكن انا بقول لك على الحاجات الوينر اللي هي موجوده حاليا دلوقتي. زي ما انت شايف كده مكتبه صانع المحتوى، عندك هنا برضو مكتبه التيشيرتات الضخمه، طبعا دي بتتباع في اوروبا يعني اكتر، وبتتباع بالدولار. تمام. طيب احنا لو جينا هنا بصينا على طرق الدفع موجوده، لو هو هيدفع بالدولار طبعا الموضوع هيبقى جميل جدا 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 وهيفرق معاك. طيب زي ما انت شايف كده بيقول لك طرق الدفع، عندك هنا فيزا، ماستر كارد، ابل باي، وبرده جوجل باي برده. خلينا نشوف كده احنا هندفع ازاي او ايه اللي هيحصل. طيب عندك هنا بيقول لك 31 دولار، عندك هنا عندك عن طريق اللينك برضو، دي حركه كويسه جدا جدا في اوروبا وفي امريكا بيستخدموها. عندك هنا كمان برضو ابل باي، الموضوع بيبقى سهل بالنسبه له هناك. طيب عندك هنا برضو من خلال البنك ان هو بيقدر يدفع لك من خلال البنك، عندك كتيره جدا بيبقى متوفره له. فشركه نظم لي او منصه نظم لي بتقدر تخلي الموضوع بالنسبه لك سهل جدا جدا ان انت تبيع. يعني كل اللي عليك ان انت بتحط حسابك البنكي او بتحط طرق الدفع اللي تناسبك، وهم بيقوموا بالواجب بشكل كامل، او بيوفروا لك كل بوابات الدفع، تسحب فلوسك
ايا كان العميل هيدفع لك، سواء كان من بنك ترانسفور، وحتى كان هيدفع لك من خلال باي بال، او حتى من جوتو لينك، او حتى ابل باي، او ايا كان. او حتى برضو امريكان اكسبريس او فيزا او ماستر كارد. فانت كل اللي عليك بس انت بس بتحط حسابك البنكي، وبعدها هم بيقوموا بالواجب. فالموضوع سهل جدا 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 يا شباب. طيب لو انت عايز منتجات وينر فعلا انا بعمل منها دخل كويس جدا، يعني بقول لك من مجرد بس تيست بسيط عملت معايا مبلغ كويس جدا جدا جدا. ولو احتجت مساعده زي ما قلت لك، اللينك في الديسكربشن.